مسا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد. بس النهارده بقى قلت مش راجع عليكم بقى بعد 3 ايام ما نزلتش فيديوهات. قلت والله ما راجع عليهم بايدي فاضيه ابدا، لازم تكون مليانه كده بحاجه يستاهلوها. هنشوف مع بعض. جبت حبة فراخ، هنشوف مع بعض هنقسمها ازاي وبنضفها ازاي وبشيل منها ريحة الزفارة ازاي. كل ده هنشوفه في الفيديو النهاردة. لعل وعسى يعني حاجة تكون ناقصة من عندك، انا اديكي فكرة لحاجة كده يعني. بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى بالله عليك اعملي لايك للفيديو واشتركي معانا في القناة لو انت مش مشترك. انا جبت كمية فراخ، بجيب كمية فراخ علشان اعرف اقسمها صح. ما بجيبش واحدة بواحدة كده، لان انا ايه، بقسم الفراخ بتاعتي ما بعملش الواحدة سليمة تمام. فجبت حبة فراخ وغسلت الاول خالص الحوض زي ما انتوا شايفينه كده، كان نضيف، غسلته خالص وسديته ومليته مية. وبدأت بقى اجيب الايه الفراخ بتاعتي، حطيتها كلها. وبدأت بقى اجيبه ايه، انا جايبها متنضفة كده جاهزة من بره. كيلو الفراخ النهارده ب75 عندنا. معرفش عندكم وصل كام، بقولولي بقى وعندكم كيلو الفراخ بقد ايه. جبته بقى كده. وبدأت بقى ايه ورا اللي بنضف يعني، معرفش اسمه ايه. آه بدأت أعيد على التنظيف بتاعه، أشيل الزواد اللي أنا مش عاوزاها، أشيل الريش، أشيل أي حاجة ايه مش عجباني في الفرخة. بس السكينة هنا كانت تلمة، ما كانتش مشجعاني خالص صراحة يعني. حاولت معاه بكل الطرق بس السكينة فعلا ما كانتش مشجعاني. هو طلع لي، هو شال الريش، الراجل اللي بينضف شال الريش وشل اللي ببطنها، بس ما الريش الصغير ده فيه بعض الوحدة في الايه في الفراخ بتاعتي اهو. بعد ما بديلها الشطفة دي، هو طبعا غسلها والليمون اللي على الوش ده من عنده هو كده معتقد انه غسلها ومية مية. انا بقى جيت اهو عملت لها غسلة في الحوض، وادي غسلة تانية على تحت الحنفية. وهتشوف انا هعمل لها ايه تاني دلوقتي. تشجعي واعملي زي ما انا بعمل كده، هتوفري كتير. اعملي البانيه في بيتك، اعملي الكريسبي في بيتك، اعملي كل حاجة في بيتك. ما تشتريش حاجة جاهزة من بره في الغلا اللي احنا فيه ده، امن واضمن. لان انا سمعت كمان الحاجات الجاهزة دي بتكون الفراخ بتاعتها ميتة، ما بتكونش طازة تمام. فانتي اشتري الحاجة بتاعتك زي صحية كده ولا صحيحة زي ما بيقولوا، وايه واعمليها في البيت هتوفري. وحتى لو فرختين هتقسمهم على كذا وجبة يعني. بس انا هنا كنت خلصت خلاص الفراخ بتاعتي، والحوض غسلته كمان، واديكوا شايفين المية فيه زي الفل اهي. هبدأ بقى ايه، هحط فيه حبة دقيق. الدقيق يا جماعة القاضي الوحيد للزفارة، الدقيق. هي الوحيد الدقيق اللي بيشيل الزفارة من الفراخ. وايه كمان، والطماطم. يا ربي يا الطماطم، ما تحطيش خل، الخل بحس بزفر الفراخ. فهي طماطم ودقيق على المية. وامسكي الفراخ بتاعتك بقى ايه، افركيها افركيها افركيها. الفراخ بتاعت جبت طماطم 3 طماطمات اهو، بدأت افعصهم كده بايدي و واحرك بيهم الدقيقة، بوش الدقيق بس. الفراخ بتاعتي اللي انا شطفتها مرتين، مرة لما نقعتها في الحوض ومرة لما شطفتها تحت الحنفية. وادي كمان مرة بايه، بنقعها في الدقيق يعني تمام. اعمل لايك بقى في الفيديو ده، وصلي على النبي في الكومنتات، اوعي تنسي الصلاة على النبي، صلى على النبي بركة اليوم. بس يا دودو بس، وبسيبها منقوعة حبة حلوين في المية بالدقيق بالطماطم. سيبوها، لازم الخطوة دي انك تسيبيها حبة حلوين في المية والدقيق والطماطم، عشان يشيل كل الزفارة اللي في الفراخ بتاعتك، والفراخ بتاعتك تبقى فل اهي شمعة منورة. رهيبة بجد، الخلطة دي رهيبة لشيل الزفارة يعني. بس بعد ما شلتهم بقى، سبتهم حبة حلوين في المية بالدقيق. هبدأ بقى اخدهم، بص المية اتغيرت اهي خالص. هبدأ بقى اعمل ايه او بفركها تاني اهوت في الفراخ بتاعتي، وبديلها شطفة تاني تحت الحنفية. وعلى فكرة انا سمعت ان كتر الغسيل في الفراخ بزفرها. ماشي، بديلها شطفة اهو تاني تحت الحنفية وخلاص بقى كده. وابدا بقى اقسم اللي انا هقسمه حتت يعني منابات كده، الصدور لوحدها والوراك لوحدها هقسمه. واللي هعمله فراخ سليمة زي ما هي هعملها فراخ سليمة. مع ان من الصوت اللي شغال ده ابني بينادي عليا عادي. بس
بس بدي شطفة تانية تحت الحنفية اهو، شطفة كويسة، ودي كانت اخر شطفة. هشوف بقى اللي انا هسيبه سليمة زي ما انتوا شايفين، هسيبها سليمة، ولا انا هقطعها الوراك لوحدها والصدور لوحدها، اعمل كده. بصوا انا هنا بقطع الوراك لوحدها، ومش بس اقطع الوراك اعملها عشوة، لا انا هقطع الوركين والحتة اللي بينهم دي هعملها على بطاطس، هشيلها برضو في عشا لوحدها. بشيل اللي بين الدبوسين دول، وهتشوفي هنشوفوا يعني دلوقتي هتشوفوا. والرقبة دي، الرقبة بنشيلها برضو، بحطها من ضمن الحتة اللي بين الوراك. تمام. معلش على الصوت اللي جنبي ده، بس انا مش قادرة اسكته والله. بس يا رب الفكرة بتاعتي تكون وصلتكم اهو. وبشيل بقى الرقبة ديت هحطها بين ايه، بس زي ما انتم شايفين كده. هنا الورك بتاعي كبير، فانا هقطع الورك لوحده والحتة اللي بين الوراك لوحدها بس. انت بقى قطعي الفراخ بالطريقة اللي تناسبك، عايزة تخلي الفرخة سليمة خليها، عايزة تخلي كل حاجة لوحدها تعمليها عشوة في الظروف الغالية اللي احنا فيها دي مفيش مشكلة، اللي تحبيه اعمليه. انا بديكي بس افكار او بشجعك على حاجة تعمليها، اللي انت عاوزاه اعمليه يا ست الكل. ليه شلت صدور الجلد من على الصدر كده؟ عشان خاطر اصلا لما بنستخدم الصدر ما بنستخدمهوش بالجلد بتاعه بس يا دودو، ما بنشيلهوش بالجلد بتاعه، قصدي ما بنسويش بالجلد بتاعه، فبشيله من الاول كده بس. من لايك لو وصلت لحد هنا من الفيديو بالله عليك اعملي لايك. اللايك مش بيخسرك حاجه، بس بيرفع لي الفيديو، ما بيدينيش فلوس، هو بيرفع لي الفيديو. بتعب في الفيديوهات دي جدا ومفيش تفاعل، بالله عليك حط لايك واشتركي معايا لو انت جديد عندي، مش مشتركه اشتركي معايا. هنا اهو كنت خلاص بقى كده هقسم بقى بالطريقه اللي تناسبني، وهنا كنت قسمت الوراك لوحدها زي ما انتم شايفين اهوت. ده اللي تقسمه، ودول الفراخ اللي انا سبتها سليمه، ما ربما انقحش فرخه اشوف فرخه سليمه زي ما هي. وبس كده، مع الف سلامه.